المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية، ولم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء. هكذا ردت وزارة الخارجية المغربية على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء وقائعية مشبوهة، معتبرة أن ذلك يدل في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق القضية إن لم يكن تحيزا سياسيا صارخا. وبحسب البلاغ فإن المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية.